الرجلة حنا في الجزائر يزوخوا بزاف بالرجلة ولا لا يديروا عقود الزمان، يقول كون معايا راجل نكون معك راجل، ما كان لا موثق ولا قاضي ولا شيء، كانت العقود تبرم بالكلام بالرجلة، أليس كذلك؟ يا أخي الفقهاء يقول لك تبرم العقود بألفاظ اللافظين بالكلام، الإيجاب والقبول باقترانهما يتم العقد، أليس كذلك؟ الناس إذا أدركت باللي ربي على باله بكل شيء لا تخفى عليه خافية، ربي قال في سورة قاف الآية 18: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. خلاص يخاف ربي، خلاص هذا صمام أمان. ويأتي التوثيق من باب المصالح المرسلة، زيادة فقط في الأمان. كاين الدنيا، كاين وفاة، كاين نسيان، كاين، وإلى الأصل هو هذا. وإذا أصبنا في الإيمان حتى الكواغط ما تنفعش، حتى الوثائق. بعض الناس يقول لك الثقة في الوثيقة، يلا سيدي دروك نجيبوا لك آلاف القضايا وين الوثيقة لم تنفع شيئا، بالعكس كما قالوا الناس بكري، يقول لك خاف اللي ما يخافش ربي. واحد كي ما يخافش ربي يخرج طريق من بعد يعني يديرك في المحاكم وقضايا ونزاعات وربحت تعيط وتفشل. ولكن كي يكون خوف ربي خلاص، قد يخطئ الإنسان، ممكن يغلط، ممكن يظلم، كي تقولوا اتق الله يعود إلى رشده. يلا الآن هذه ثمرة من ثمرة الإيمان، وهي قلنا الرجلة. الدليل أن الرجلة مربوطة بالإيمان كما في سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. شو بركة سبحان الله. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. حبيت نقول من آثار الإيمان صناعة الرجلة، صناعة الرجولة.